قمة السلام واتفاق الدم. الناس كانت محتاجة نفس بعد حرب سنتين، بعد وجع وشاشات كلها دم. الكل قال خلاص لازم نوقف النار. العالم كله كان عايز يسمع كلمة سلام. في شرم الشيخ، المكان اللي كان بيتقال عليه دايما أرض السلام، وكان في أمل إن الصفحة تتقفل، إن غزة تبدأ تتنفس، وإن الأطفال يرجعوا يشوفوا النور من غير خوف. لكن الحقيقة اللي حصل النهاردة بيقول إن السلام مش مجرد ورق بيتوقع. بعد ساعات من الاتفاق، جيش الاحتلال استهدف مدنيين في غزة، 6 استشهدوا، من بينهم أطفال. المساعدات اللي وعدوا بيها اتقلصت، كأنهم بيقولوا إن الهدنة مش للجميع، وكأن السلام بقى مجرد كلمة بتتقال فقط قدام الكاميرات. أنا مش ضد السلام، بالعكس أنا مع السلام الحقيقي اللي بيحفظ الكرامة قبل الحياة. بس لازم نعرف حاجة واحدة، إن اللي مش بيحمي حقه بيتحرم من سلامه. ويمكن الرسالة اللي خرجت من غزة النهاردة مش بس صرخة وجع، لكنها صرخة وعي. اللي بيفتكر إن السلام بيتبني على الظلم لازم يعرف إن أي اتفاق ملوش عدل عمره ما هيعيش.